السلام عليكم. حلقة النهاردة هتعرفنا ونعرض فيها مع بعض الفرق بين الحب الحقيقي والتعلق. خلوني أسألكم سؤال، يعني إيه الحب الحقيقي؟ إحنا بنستخدم يا جماعة كلمة بحبك بسهولة جدا، لكن هل عمرنا وقفنا نفكر يعني إيه حب أصلا؟ ناس كتير فاكرة إن الحب هو إنك ما تقدرش تعيش من غير الشخص التاني، أو إنك تفكر فيه طول اليوم، أو إن قلبك يدق أول ما تشوفه. لكن الحقيقة إن دي مجرد مشاعر، والمشاعر لوحدها مش كفاية. الحب الحقيقي أكبر من كده بكتير. الحب الحقيقي هو إنك تبقى مرتاح وإنت مع شخص، مش متوتر، إنك تحس بالأمان مش بالخوف، إنك تقدر تكون على طبيعتك من غير ما تمثل أو خوف من الرفض. يعني إيه؟ يعني مثلا لو انت بتحب شخص وقلت له رأيك في حاجة وهو اختلف معاك، هل لازم تقوم خناقة؟ الإجابة لا طبعا. الحب الصحي بيسمح بالاختلاف، لأن كل واحد عنده شخصيته وعنده تفكيره. لكن لو العلاقة كلها مبنية على إن لازم الطرفين يبقوا نسخة واحدة من بعض، أو واحد يفرض على رأيه على التاني، فده مش علاقة صحية خالص. الحب الحقيقي كمان بيخليك تنجح. الشخص اللي بيحبك بيفرح لما تحقق هدفك، حتى لو هدفك ده هيخليك مشغول عنه لو شوية. مش بيحاول يعطلك طول الوقت، ولا بيخليك تحس بالذنب كل ما تهتم بنفسك. وده فرق مهم جدا بين التعلق والحب، لأن الحب عمره ما كان امتلاك، الحب ده مشاركة. الحب الحقيقي عمره ما يخليك تحس انك انت طول الوقت محبوس، بالعكس بيحسسك انك حر، لكن انت اللي مختار ان انت تقعد مع الشخص ده وقت اطول. يعني ايه يا جماعة التعلق المرضي؟ دلوقتي بقى ندخل على الجانب اللي الناس كتير بتتلخبط فيه، التعلق المرضي. التعلق مش معناه انك بتحب بزيادة، التعلق معناه انك بقيت معتمد على شخص واحد عشان تعيش. يعني سعادتك مرتبطة بيه، مزاجك مرتبطة بيه، ثقتك بنفسك مرتبطة بيه، ولو بعد تحس ان حياتك كلها وقفت. خليني اديكم مثال. مثلا في شخص اول ما يصحى من النوم اول حاجة يعملها يفتح الموبايل يشوف الشخص ده بعت ولا لا. لو بعت يبقى اليوم جميل وهيكمل، لو ما بعتش اليوم كله باظ. طب اسأل نفسك، هو ده طبيعي؟ ده طبيعي؟ أنا أجاوبك لا، ده مش طبيعي، وعمره ما هيكون طبيعي. طب ليه؟ لأن الشخص ده بقى هو المتحكم في حالتك النفسية، زراير. وده أخطر أنواع التعلق. في ناس كمان بتوصل إنها تلغي حياتها كلها، تبطل تنزل مع أصحابها، تبطل تهتم بشغلها، تبطل تهتم بنفسها، كل ده عشان تكون متاحة للشخص التاني. كل ما يحتاج إن تتكلم، يشوف، ينزل، يخرجوا، تبقى available طول الوقت، تبقى متاحة طول الوقت. وده مع الوقت بيخليها تفقد شخصيتها. والمفارقة إن الطرف التاني ساعات يبدأ يبعد فعلا، لأنه بيحس إن العلاقة بقت عبء عليه. أول فرق، الحب بيطمن والتعلق بيخوف. الحب بيطمن والتعلق بيخوف. خليني أسألك، آخر مرة الشخص اللي بتحبه اتأخر في الرد عليك عملت إيه؟ لو قلت لنفسك أكيد مشغول ورد لما يفضى، يبقى غالبا عندك ثقة. لكن لو فضلت ساعة كاملة تفكر هو مع مين، هو زهق مني، هو بيكلمني أقل ليه، هو لقى حد غيري، انت دخلت تشوف آخر ظهور والصورة والستوري وعدد الناس اللي عملوا لايك، يبقى هنا احنا دخلنا في منطقة التعلق. لأن التعلق دايما بيولد خوف، خوف من الفقد، خوف من الرفض، خوف من الخيانة. كل ده تعلق.
لكن الحب يا جماعة راحة. أكيد أكيد ممكن نشتاق، أكيد بنزعل، لكن مش تعيش في رعب كل يوم. ده ممكن يسيبني، طب هعمل ايه لو سابني؟ طب ده لا زعلان، طب الكلمة دي هتزعله. في ايه؟ اسأل نفسك، هل العلاقة دي مريحاني ولا مستنزفاني؟ والإجابة هتقولك كتير. صدقوني الإجابة لو سألتوا نفسكوا السؤال ده، العلاقة دي مريحاني ولا مستنزفاني، الإجابة هتقولك كتير. في فرق كبير يا جماعة بين الاهتمام والمراقبة. الاهتمام إنك تسأل الشخص اللي بتحبه وصلت، عامل إيه، محتاج حاجة. لكن المراقبة في شكلها مختلف تماما. كل شوية أنت فين؟ ابعت لي لوكيشن، مين معاك، ليه فتحت الواتساب وما ردتش، ليه قفلت المكالمة بسرعة، ليه ضحكت في الصورة دي، ليه عملت متابعة للشخص ده. ايه ده؟ في البداية الطرف التاني ممكن يفكر ان ده حب على فكرة، لكن بعد فترة هيكتشف انه اتخنق، انه مخنوق. لان الانسان بطبيعته محتاج مساحة، مش عشان بيبعد عنك يبقى ما بقاش بيحبك. كلنا عندنا شغل وضغوط واهل واصدقاء. لما العلاقة تتحول لاستجواب يومي، ده لو ما كانش كل ساعة، بتبقى علاقة مرهقة للطرفين. الحب الحقيقي فيه سؤال بدافع الاطمئنان، لكن التعلق فيه سؤال بدافع الخوف والسيطرة. وده فرق لازم كل واحد ينتبه للفرق الكبير ده. خليني أقول لكم حاجة يمكن ناس كتير عمرها ما فكرت فيها. أي علاقة صحية لازم يبقى فيها حدود. وفي ناس أول ما تسمع كلمة حدود تفتكر إن معناها برود أو عدم اهتمام، لكن الحقيقة العكس تماما. الحدود معناها إن كل واحد في العلاقة لسه محتفظ بنفسه، لسه عنده حياته، لسه عنده شغله، لسه عنده صحابه، لسه عنده أهله، لسه عنده وقت يقعد مع نفسه. في ناس أول ما تدخل العلاقة تبدأ تمسح حياتها القديمة كلها. ليه؟ معرفش. صاحبتها كلمتها تقول لها لا هو هيزعل. أخوها طلب منها تنزل تقول له لا أنا قاعدة معاه. كان عندها هواية وبتحبها بطلتها. كانت بتحب تقرأ، تتمرن، تخرج، كل ده اختفى. ليه؟ عشان ايه؟ عشان حياتها كلها بقت شخص واحد؟ ده كلام فارغ. وده في الأول ممكن يبان تضحية، لكن مع الوقت بيتحول لعبء. لأن الشخص اللي قدامك هيبدأ يحس إنه مسؤول عن سعادتك كلها. وأي إنسان مهما كان بيحبك مش هيقدر يشيل الحمل ده. في مثل جميل بيقول إيه؟ ادخل العلاقة وانت عندك حياة، مش عشان تدور على حياة. يعني لو شخص ده سافر أسبوع، هتعمل إيه؟ حياتك هتقف؟ لو نزل مع أصحابه، هل هتفضل مستنيه بالساعات ومش عارف تعمل أي حاجة؟ لو الإجابة أيوة، يبقى أنت محتاج تراجع نفسك. لأن الحب الحقيقي مش بيخليك تلغي نفسك، بالعكس بيخليك تكبر، بيشجعك تتعلم، تنجح، تشتغل، وتكون أحسن نسخة من نفسك. والأجمل من كده إنه بيفرح بكل نجاح تحققه، وما بيعرفش ما بيعتبرش نجاحك منافسة ليه. وده من أكبر علامات الحب الناضج. في رجالة بتشوف إن نجاح الست اللي معاهم خطر بيدق عليهم. إحنا ليه بنتعلق؟ وهو في مشكلة في الشخص ولا المشكلة دي جوانا إحنا؟ السؤال هنا مهم جدا. إحنا بنتعلق ليه؟ هل الشخص اللي قدامنا هو ساحر ولا إحنا عندنا حاجة ناقصة؟ علم النفس يا جماعة بيقول إن أغلب التعلق المرضي مش سببه الشخص التاني، لا، سببه احتياجات جوانا. خلوني أوضح حاجة. في طفل اتربى
وهو كل شوية خايف إن حد يسيبه. مرة الأب سافر، مرة الأم كانت مشغولة، مرة كان الحب بياخد منه لو غلط. الطفل ده كبر، لكن الإحساس بالخوف فضل جواه. أول ما يحب حد يتحول لطفل خايف يتساب، وتلاقيه يقول إيه؟ رد عليا بسرعة، ما تسيبنيش، انت ليه بتحبني؟ انت لسه بتحبني؟ وعدني انك عمرك ما هتمشي. الكلمات دي كلها شكلها رومانسي لكن في الحقيقة وراها خوف شديد. وفي سبب تاني، قلة تقدير الذات. لما الإنسان من جواه شايف نفسه مش كفاية، أول ما حد يحبه يتمسك بيه بشكل مبالغ فيه، لأنه مقتنع إن ده آخر فرصة في حياته، ولو الشخص ده مشي من حياته محدش هيحبه تاني. وده اعتقاد غلط خالص. قيمتك مش جاية من حد، قيمتك موجودة حتى لو كنت لوحدك. عشان كده أول خطوة للعلاج إنك تبني علاقاتك بنفسك. ارضى بنفسك، حب نفسك. هتبطل تخاف من الفقد بالشكل ده، لأنك هتعرف إن وجود أي شخص في حياتك إضافة مش مصدر وجودك. بعد كل الكلام ده، يمكن حد يسمعني دلوقتي ويقول أنا اكتشفت إني متعلق فعلا. أعمل إيه؟ أول حاجة، بلاش تكره نفسك. كلنا معرضين نقع في التعلق، المهم إن احنا نفوق. الخطوة الأولى، ارجع لنفسك واسأل نفسك، أنا مين بعيد عن العلاقة دي؟ إيه الحاجات اللي كنت بحبها؟ إيه أحلامي؟ إيه أهدافي؟ ابدأ وارجع لحياتك واحدة بواحدة. انزل اتمشى، اقرأ كتاب، اتعلم مهارة جديدة. لو تخين خس، لو ما بتلعبش رياضة انزل العب رياضة، لو ما بتشتغلش اشتغل. اهتم بنفسك لنفسك، ارجع لأصحابك، زور أهلك، اهتم بصحتك. كل ده مش هيبعدك عن الشخص اللي بتحبه، هيقربك من نفسك. الخطوة التانية، أبطل تراقب. مش كل دقيقة تدخل تشوف آخر ظهور لي إيه، ولا تعد ساعات الرد، ولا تفسر كل كلمة، لأنك كل مرة بتعمل كده بتزود خوفك وتزود تعلقك بيه. وقف التصرف ده فوراً. الخطوة الثالثة، اتعلم تقول لنفسك أنا استحق الحب حتى لو الشخص ده مش موجود. الجملة دي بسيطة قوي، لكن بتغير طريقة تفكيرك بالكامل. وأخيراً، افتكر إن الحب الحقيقي مش بيحتاج إثبات كل 5 دقايق. الحب بيبان في المواقف، في الاحترام، في الاحتواء، في الأمان، مش في عدد الرسائل ولا عدد المكالمات ولا الغيرة المبالغ فيها والخنقة. العلاقة الصحية مش معناها إنكم ما تفرقوش مع بعض خالص. العلاقة الصحية معناها إن كل واحد يقدر يعيش حياته لما يجتمعوا ويضيفوا لبعض سعادة، مش يعوضوا لبعض نقص. إضافة مش تعويض عن حاجة مش موجودة. قبل ما ننهي الفيديو، حابة أقول لكل واحد بيسمعني دلوقتي، يمكن أنت داخل الفيديو عشان تعرف الفرق بين الحب والتعلق، لكن يمكن تكون اكتشفت إنك كنت للأسف بتأذي نفسك من غير ما تقصد. يمكن كنت فاكر إن الغيرة الشديدة دي حب، أو إن الخوف المستمر حب، أو إنك تستحمل الإهانة عشان ما تخسرش الشخص ده حب. لكن لأ، أو ألف لأ. الحب عمره ما كان إذلال ولا خوف ولا فقدان للكرامة. الحب الحقيقي بيخليك تنام مرتاح، مش تسهر تعيط. بيخليك تضحك، مش تعيش في قلق. بيخليك تحس إنك محبوب كما أنت، مش مضطر كل يوم تثبت إنك تستحق وجود الشخص التاني في حياتك. لو لقيت نفسك في العلاقة بتستهلكك نفسيا، اسأل نفسك السؤال ده:
لو الشخص ده خرج من حياتي هل هفضل عارف أنا مين؟ لو الإجابة لأ، يبقى الوقت جه إنك ترجع وتبني نفسك من أول وجديد. افتكر إن أجمل علاقة ممكن تدخلها هي العلاقة اللي يكون فيها شخصين بيختاروا بعض كل يوم بإرادتهم، مش لأن واحد فيهم خايف يعيش من غير التاني. وفي النهاية الحب الحقيقي مش بيأيدك، الحب الحقيقي بيحررك، بيخليك أفضل وأقوى وأكتر سلاما مع نفسك. ولو وصلت معايا لحد هنا اكتب في التعليقات كلمة سلام عشان أعرف إن الرسالة وصلت، واكتب لي كمان إيه أكتر نقطة حسيت إنها عبرت عنك. ولو حبيتوا النوع ده من المحتوى ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، لأن الفيديو اللي جاي هنتكلم فيه عن مواضيع مهمة جدا. ليه بعض الناس بتختفي فجأة بعد ما كانت بتديك كل الاهتمام؟ وهل ده لعب بالمشاعر ولا تفسير نفسي؟ أشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم.